ما راح تصدق شكون أسوأ لاعب جزائري في ضربات الجزاء. ماشي سليماني. أسوأ اللاعبين في تسديد ضربات الجزاء. في المركز الخامس أندي ديلور ضيع 7 ضربات جزاء في مسيرته، من أصل 34 ضربة جزاء سددها، وأشهر وحدة مع مولودية ضد السيربي ونراطها. في المركز الرابع بغداد بونجاح ضيع 8 ضربات جزاء من أصل 50 ضربة جزاء، بنسبة تسجيله تاني مليحة. في المركز الثالث يوسف بلايلي ضيع 8 ضربات جزاء في مسيرته من أصل 44 ضربة جزاء، نسبة تسجيله تاني مليحة، ميراطة 8 بزاف. في المركز الثاني غير متوقع، ياسين براهيمي ضيع 10 ضربات جزاء في المسيرة تاعو، من أصل 51 ضربة جزاء سددها، نسبة تسجيله تاني مليحة، مي ضيع 10. والآن وصلنا لصاحب المركز الأول، ما شكيتش واحد فيكم راح يعرفه. راط 12 ضربة جزاء في المسيرة تاعه، ولعب في أوروبا. إذا عرفتو كتبه في التعليقات.